استراحة الممثلين والمشاهير والأغنياء بطريق مصر اسكندرية الصحراوي. كل الناس اللي رايحة العلمين الجديدة والساحل الطيب والساحل الشرير لازم يعدوا في استراحة ماستر، يشربوا بقى قهوة وكرواسون، يعملوا شوبينج، يريحوا شوية ويكملوا سفرهم تاني. استراحة قديمة جدا ومن سنين موجودة، وليها طابع خاص كده مميز ومنفرد بنفسه وعلى قديمه كده زي ما بيقولوا. زي ما انتم شايفين كده ده المدخل برضو بتاع الاستراحة، في بقى شوية جناين كده وزرع أخضر وحاجات جميلة جدا موجودة، ومعظم الحاجات هناك درايف ثرو، يعني بناخد الحاجات بالعربية زي مثلا ماكدونالدز زي ستاربكس زي الحاجات دي كلها. تمام، طبعا في ناس مقاطعة في ناس لأ، بس احنا بنعرض المكان ككل، وكل واحد طبعا بيختار الحاجة اللي تناسبه. في هناك برضو من أشهر الصيدليات الموجودة صيدلية سيف، وفي طبعا ماكينات ATM كتير جدا جدا للناس اللي هي مثلا عايزة تسحب فلوس أو الكلام ده كله على الطريق. الخدمات كلها متوفرة، بنوك كتيرة من ضمنهم بنك اسكندرية والبنك الأهلي، وفي ماركتس كتير جدا موجودة هناك. وفي برضو هاوس اوف كوفي، محل بيبيع قهوة حلوة جدا برضو للناس اللي هي مش عايزة تقعد في ستاربكس. وفي طبعا هناك مسجد جميل جدا في وسط الزرع والكلام ده كله. وفي خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة برضو موجودة هناك علشان لو حابين يتفسحوا في المكان. زي ما انتم شايفين بقى كده في محلات بقى لبس، معظمها على فكرة حاجات لللبس بقى بتاع المصيف للساحل واسكندرية والعلمين والكلام ده كله. هتلاقوا بقى الشابوهات هناك والميك اب للبنات والفليب فلوبس والشباشب والشوزات وكل الكلام ده. وفي مطاعم بتقدم سكالوب وبيكاتا والكلام ده كله، اللي هو المطعم اللي على يمنا اللي فيه الترابيزات الجميلة دي. ففي حاجات متنوعة كتيرة جدا، والمطعم ده على فكرة مشهور قوي وبيجوا ناس كتيرة قوي. وكمان موجود هناك بن عبد المعبود للناس اللي مش عايزه هاوس اوف كوفي ولا عايزه ستاربكس. تقدروا ان انتوا بقى كمان مش ان انتوا تشربوا بس قهوه من بن عبد المعبود الشهير، لا كمان ان انتوا بتاخدوا بن بقى الاربع والكيلوات والحاجات دي كلها علشان تاخدوها معاكم في المصيف والكلام ده كله. تمام، اول بقى ما بندخل كده الاستراحه بقى ذات نفسها بتلاقوا ماستر ماركت، ده من اشهر الماركتس الموجوده، وفي حاجات كتيره جدا جدا مستورده. هو طبعا سعره غالي نسبيا، يعني هتلاقوا السعر الدبل عن اي حاجه تانية بره. وزي ما قلت لكم ماكينات ATM موجودة كتير جدا، بنك القاهرة والأهلي والCIB وبنك اسكندرية وكل البنوك موجودة للي حابب يسحب من أي مكان. محلات كتيرة بقى بتبيع كتب ولعب وأي حاجة، ومايوهات وكاش مايو وحاجات شباشب للبحر وشنط للبحر وحاجات سيديهات وأفلام وكل حاجة، وكرواسون وقهوة ومشروبات باردة ومشروبات ساخنة والحاجات دي كلها. اي حاجة انتم محتاجينها في الاستراحة دي هتلاقوها موجودة. تحسوا ان هي كده استراحة، هي طبعا مش فخمة لكن هي على الطابع القديم بتاعنا بتاع زمان بتاع الجيل الجميل. وكمان يعني تحسوا ان هي موجود فيها كل حاجة، وطابع كده بتاع المصايف، طابع المصايف الجميل جدا. حبيت اصور لكم برضو الاستراحة بالليل بالشكل اللي انتم شايفينه ده بقى لما الانوار تبدأ تنور، علشان برضو تبقوا متخيلين لو بالليل رحتوا هتبقى الدنيا مظلمة ولا الدنيا يعني مهجورة ولا الدنيا هتبقى عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين في ناس كتيرة جدا موجودين وكل المحلات منورة وامان جدا، وفي هناك شركة امن موجودة بتحرس المكان، وبيجيها رواد من كل الاماكن. فبصراحة هي اختيار مناسب جدا. وعلى فكرة في استراحة تانية في الطريق اسمها استراحة واحد عمر، كنت عملت عنها ريفيو، لو حابين ترجعوا له هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي الاي فوق، علشان لو حابين تتفرجوا على الاستراحة بتاعت واحد عمر غير الاستراحة بتاعت ماستر، يبقى ليكوا فرايتيز كتير جدا ان انتوا تعملوها في المكان. وتقريبا كده خلصت جولتنا في الاستراحة بتاعت ماستر الشهيرة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وحبيت كده اقول لكم على حاجات تانية واحنا ماشيين كده بقى بنقطع الكارتة والكلام ده كله. وزعوا علينا التيشيرتات بتاعت الاهلي فور فري مجاني، وحاجات لشركة دي خصومات وديسكاونت والكلام ده كله. وكمان ادونا حاجات من شركة اديتا والمراعي، وادونا حلويات كتيرة جدا. في بقى منهم حاجات مقاطعة وفي منهم حاجات لأ، فبرضو ممكن بقى يعني نوزعهم او هنعمل اي حاجة، بس المهم احنا تيشيرتات الاهلي هنحتفظ بيها. بصراحة اماكن جميلة جدا وحاجات حلوة قوي في الماركتينج والكلام ده كله. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت، تكتبوا لي تحت حابين نغطي جولات فين تانية مع بعض. وميرسي جدا ليكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم
كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.